يلي سمعتوه هلأ هو أول نسخة تغنت من نشيد الوطني الكردستاني لحظة إعلان الجمهورية الكردية في 22 كانون الثاني عام 1946. قدمت لأول مرة في ساحة شارشرة في ماهاباد. بتعرفوا شو يعني نشيد وطني؟ مش بس كلمات ونغمة بتسمعوها بشي احتفال رسمي، لا أبدا. النشيد الوطني خصوصا النشيد الكردستاني هيدا بيحمل وجع شعب، بفجر ذاكرة ما بتنمحى، وبينفخ حياة بقلب كل كردي بعده لهلأ عم يحلم ببلد خاص فيه. أي رقيب يعني يا رقيب، هيدا صرخة كتبها شاب اسمه دلدار بسنة 1938، وهالصرخة ما انكتبت لا بمكتب حكومي ولا بمسرح مزين بالأعلام، انكتبت من جوا زنزانة سجن، من بطن العتمة ومن تحت صباط الظلم والقهر. دلدار كان شاب بالعشرينات من عمره، معتقل، يمكن جسمه كان مكسور بس قلبه وعقله واقف جوا مثل الجبل. وهنيك بهيدا الظروف القاسية كتب هيدا الكلمات الخالدة: أي رقيب، هرماي قومي كرد زمان، ناشكي وداناي بتوبين زمان. يا رقيب، الأمة الكردية باقية إلى الأبد، لا تنكسر بمدافع الزمن. هيدا الكلمات مش مجرد حكي عادي، كل كلمة نحتها دلدار كانت طلقة، كانت رسالة لكل كردي بالمهجر، للكردي اللي بالجبل، للكردي اللي ممنوع يحكي لغته. هيدا النشيد صار مثل مراية لهوية كاملة، صار الوسيلة الوحيدة اللي فيهن يقولوا فيها نحن هون ومش رح نختفي. يمكن أهم شغلة إنه هالنشيد ما انكتبت ليكون نشيد وطني أساساً، ما انكتب ليرضى عليه حاكم ولا ليصفقوا له سياسيين، انكتبت لأنه ما كان في غيره شي ممكن ينكتب بهديك اللحظة. انكتب لأنه الإنسان بس ينحبس جسده بيصير صوته هو السلاح الوحيد اللي بيقدر يعبر فيه عن وجوده ورفضه للظلم. خلونا نسمع أول فقرة من نشيد بلهجة كرمانجي الكردية، وبعدين منترجمها بنوقف على كل كلمة معناها ورمزيتها. أي رقيب فرق مايا قومي كل زمان، ناشكي وداناي طوب زمان، ناشكي وداناي طوب زمان. كسنا لكرد الملك، كسنا لكرد الملك، كل جند جند بالبتاكلي على قرآن، جند بالبتاكلي على قرآن. يلا خلينا نفصلها سطر بسطر. أي رقيب، هرماي قومي كرد زمان. يا رقيب، بعده شعب الكردي اللي بيحكي لغتنا عايش وما رح يندثر. هون دلدار عم بيتوجه مباشرة للرقيب، بالأساس هيدا كان حارس السجن اللي كان معتقله، بس هالمعنى بتوسع وبيصير بيرمز لكل الظالمين والقوى اللي احتلت وقسمت كردستان. عم بيقله: شوف، نحن بعدنا هون شعب كامل بلغته وهويته وما انتهينا. كلمة رقيب هي بحد ذاتها رمز للتحدي والمواجهة المباشرة مع الاضطهاد، يعني كأنه عم بيقول انت اللي عم تضطهدنا، شعبنا بعده عايش وقوي. ناشكي وداناي بتوبن زمان، ما انكسروا وما انهزموا بمدافع الزمن. هيدا جملة كتير قوية ومعبرة، عم بتوضح انه الشعب الكردي بالرغم من كل الظروف الصعبة والاضطهاد والحروب اللي مر فيها على مر التاريخ ما قدر شي يكسره او ينهي وجوده. تعبير توبي زمان يعني أسلحة الزمن أو مدافع الزمن أو مكائد الزمن، بيوحي أنه مهما بلغت قوة الظلم والتحديات ومهما كانت الأسلحة المستخدمة للقضاء عليهم، إرادة الصمود عند الكرد أقوى وما بتنكسر.
فيها رسالة تحدي وصمود أبدي. كاس نبي كرد دمرن كرد جيندبن. ما حدا يقول إنه الكرد ماتوا، الكرد عايشين. هون الرسالة بتصير مباشرة أكتر وبترن بالإذن، وهي جملة بتتكرر بالنشيد. الشاعر عم يرفض أي فكرة عن فناء شعب الكردي. هيدا جملة مش بس نفي للموت، هي تأكيد للحياة والوجود. كرد جيندبن يعني الكرد بيعيشوا، بيجددوا حالهم ومستمرين بالوجود، ومهما حاولوا يمحوهم رح يضلوا أحياء. هيدي الروح الثورية اللي حكى عنها دلدار، والهدف من كتابة النشيد. جيندبن قد ناكفي آلا كردان، عايشين وعلم الكرد ما بتنزل أبدا. هون بيجي التعبير الرمزي عن الهوية والسيادة. العلم هو رمز الشعب والدولة والطموح للحرية والاستقلال. دلدار عم بيقول إنه ما دام الكرد عايشين علمهم رح يضل مرفوع. هيدا القسم بيربط بين وجود الشعب ووجود رمزه اللي هي العلم، وبيأكد إنه الأمل بالحياة والحرية ما بتنكسر. هالفكرة هي اللي خلت أي رقيب تصير النشيد الوطني لإقليم كردستان حاليا ولجمهورية مهابات 1946. يعني العلم ما رح ينكسر ولا رح ينزل، لأنه الشعب الكرد موجود وحي. هيك منكون خلصنا أول فقرة من نشيد أي رقيب العظيم. بتمنى تكون هالشرح ووضح لكم قديش هالقصيدة عميقة ورمزية، وكيف كل كلمة فيها بتحمل معنى كبير للنضال والصمود الكردي. خلونا نسمع فقرة تانية من النشيد لنتعمق أكثر بهالتحفة الأدبية. بيقول السطر الأول: أم خورتن رنجي سورو شورشن، نحن شباب اللون الأحمر والثورة. هون الشاعر دلدار اللي كتب هيدا القصيدة وهو بسجن سنة 1938 عم بيوصل رسالة قوية ومباشرة عن هوية شعب الكردي. هون الرمز واضح للثورة، وبالتحديد أكثر رمز لدماء شهداء والتضحيات اللي قدمها الشعب الكردي. يعني كأنه عم بيقول نحن جيل الثورة، نحن اللي منقدم الدم والتضحيات، وهالشي بيحدد مين نحن. هالجملة بتعزز فكرة النضال المستمر والروح الثورية المتجذرة في هيدا الشعب. بيقول بعدين القصيدة: ساير بك خوينا ديان ما دارجان، شوف قديش ماضينا مليان دم، مليء بدماء اللي نزفت منا. هالجملة بتربط الحاضر بالماضي المؤلم. الشاعر هون عم بيواجه الرقيب العدو بحقيقة أنه تاريخ الكرد مليان بالحروب والصراعات والتضحيات الدموية، وهيدا مش ضعف، بل هو دليل على صلابتهم وإصرارهم على البقاء وعدم استسلام مهما كانت التكلفة. هالتاريخ الدموي هو اللي صقل شخصيتهم وهويتهم الوطنية. كاس نبي كرد دمرن كرد جيندبن، جيندبن قد ناكفي آلا كردان. ما حدا يقول انه الكرد ماتوا، الكرد عايشين، عايشين وعالم الكرد ما بتنزل ابدا. مثل ما حكينا بالفقرة الاولى، هالسطرين هن جوهر الرسالة الأساسية للنشيد، تكرارهم بأكثر من مقطع بيأكد على أهميتهم وقوتهم. هن رسالة تحدي وصمود لكل مين حاول يقضي على الشعب الكردي أو هويته. كاس نبي كرد دمرن كرد جيندبن، يعني ما حدا يقول إن الكرد ماتوا، الكرد أحياء. وهيدا التعبير عن الحيوية المتجددة والأمل الدائم بالبقاء والوجود. والجملة الأخيرة جيندبن قد ناكفي آلا كردان، يعني أحياء ولن يسقط علم الكرد أبدا. العلم هون هو رمز السيادة والكرامة والأمل بالاستقلال. يعني ما دام في كرد عم يتنفسوا علمهم رح يضل مرفوع. هالنشيد بجسد تصميم الكرد على النضال من أجل حريتهم ورفضهم للرضوخ.
النشيد كتير عميق وكل كلمة فيه بتحمل تاريخ ونضال. خليك معي لنسمع مع بعض الفقرة الثالثة لنتعمق أكثر بالتحفة الفنية الوطنية. أم خورتن ميديا وكي خسرون، يعني نحن أبناء ميديا وكي خسروا. هون الشاعر دلدار اللي كتب القصيدة وهو بالسجن عم بيأكد على الجذور التاريخية العريقة للشعب الكردي وفخر بماضيهم القديم. ميديا هن الميديون أجداد الكرد اللي أسسوا إمبراطورية ميديا. كي خسروا هيدا ملك وبطل اللي أسقط إمبراطورية الأشورية وعمل إمبراطورية ميدية مترامية الأطراف. ولما دلدار بيربط الكرد بهالشخصيات التاريخية عم بيعزز شعور الكرد بالفخر وبماضيهم العريق وبيأكد على شرعية وجودهم التاريخي بهالمنطقة. يعني عم بيقول نحن مش شعب طارئ، نحن ورثة تاريخ عظيم وقديم. بيقول القصيدة بالسطر اللي بعده: دين إيمان وآيمان هر نشتمان، ديننا وإيماننا وعقيدتنا هي الوطن. هالجملة كتير قوية وبتلخص جوهر الوطنية الكردية. شاعر هون عم بيقول إنه الوطن هو قدس الأقداس، هو اللي بيساوي الدين والإيمان والعقيدة بالنسبة للكرد. يعني انتماء الكرد لوطنهم مش مجرد انتماء جغرافي، بل هو انتماء روحي عميق، بيعتبروه جزء لا يتجزأ من هويتهم ومعتقداتهم. هيدا بيعكس قديش الأرض والوطن مهيمن للكرد وقديش مستعدين يضحوا لأجل الوطن. كاسنا بين كرد مرن، كاسنا بين كرد مرن، كرد جيندبن قدنا كذي آلا كردان. ما حدا يقول إنه الكرد ماتوا، الكرد عايشين وعلم الكرد ما بتنزل أبدا. مثل ما ذكرنا من قبل، هالسطرين هن الرسالة الأساسية للنشيد وقلبه النابض. هيك منكون خلصنا الفقرة الثالثة من نشيد أي رقيب. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا معنا بهالرحلة العميقة بتاريخ ورمزية هالنشيد العظيم. خليك معي لنكمل سوا باقي فقرات النشيد. المقطع الجاي بحكي عن شجاعة الشباب الكردي واستعدادهم للتضحية. خلونا نسمع سوا هالأربع سطور اللي جاي وبعدين منترجمها ومنشرحها بالتفصيل. لاوي كرد رابويا سربي وك شيران. شباب الكرد قاموا على رجليهم مثل الأسود. هون الشاعر دلدار عم بيصور الشباب الكردي بصورة قوية ومفعمة بالحيوية والكرامة. هالجملة بتجسد النهوض، الشجاعة والقوة وتصميم الشباب الكردي على مواجهة التحديات. هي دعوة للتحرك ورفض الذل، وبتعكس روح النضال اللي ميز حياة دلدار اللي كتب هالقصيدة بالسجن كتعبير عن إحباطه ومواجهة مباشرة مع محتلي كردستان. تابخين نخشين بكى تاج جيان، تيرسموا بدمهن تاج الحياة. هالجملة بتحمل معنى التضحية بأبهى صورها. هون الشاعر عم بيقول إنه الشباب الكردي مستعد يقدم دمه فداء لكرامة وطنه ووجوده. تاج الحياة هون هو رمز الحرية، السيادة والوجود المستمر للشعب الكردي. وهيدا بيأكد قديش قيمة التضحية عظيمة لتحقيق استقلال والكرامة. وهي رسالة قوية بيوصلها دلدار اللي كان ناشطا سياسيا وانضم للثورة في كردستان الإيرانية. كاس نبي كرد دمرن، كرد جيندبن قد ناكفي آلا كردان. ما حدا يقول الكرد ماتوا، الكرد عايشين وعلم الكرد ما بتنزل أبدا.
وصلنا للفقرة الخامسة والأخيرة من نشيد أي رقيب. بهالفقرة الشاعر دلدار بيلخص جوهر الرسالة وبيأكد على التفاني المطلق والاستعداد الدائم للتضحية من أجل القضية الكردية. خلونا نسمع سوا هالأربع سطور الختامية وبعدين منترجمها. خورت نوح تف هازروا آمادنا. شباب الجدد أو الجيل الجديد كلهم جاهزين ومستعدين. هالجملة بتأكد على استمرارية الروح الثورية وتجددها في الأجيال الشابة. هي مش بس إشارة إلى استعداد لحظي بل إلى تأهب دائم ومستمر للنهوض والنضال. الشباب هم من سيحملون الراية ويكملون المسيرة، وهيدا بيعطي أمل بمستقبل القضية الكردية. جان فداء، جان فداء، هر جان فداء. أرواحهم فداء، أرواحهم فداء، دائما أرواحهم فداء. تكرار العبارة 3 مرات بيعزز معنى التضحية المطلقة وكونها خيارا لا رجعة فيه. هيدا مش بس تضحية فردية بل هي روح جماعية متأصلة في شباب الكردي، وهي بتعكس قديش الكرامة والوطن غاليين وقديش الاستعداد للتضحية هو أعلى درجات العطاء. هيدا الفقرة بتجسد روح التحدي اللي ميز دلدار لما كتب هيدا القصيدة وهو بالسجن. بعدين بيرجع بيكرر اللازمة اللي هي كسنبي كرد مرن كرد جندبن قد ناكذي آلا كردان. ما حدا يقول انه الكرد ماتوا، الكرد عايشين وعلم الكرد ما بتنزل ابدا. هيك منكون خلصنا ترجمة وشرح تحليل كامل نشيد أي رقيب. بتمنى تكونوا عم تستمتعوا معنا بهالرحلة بتاريخ ورمزية هيدا النشيد العظيم. خليك معي لأنه بعدنا بدنا نحكي ونفصل عن الشاعر دلدار وحياته. دلدار هيدا الشخصية يمكن ما كتير الناس بتعرف عنها بالتفصيل، بس إلها بصمة ما بتنمحى بتاريخ شعب الكردي. دلدار شاعر قصيدة أي رقيب اللي حياته كانت قصة صمود ونضال بحد ذاته. خلونا نختصر حياته من يوم ما خلق لليوم اللي توفى فيه. دلدار اسمه الحقيقي يونس رؤوف أو يونس ملا رؤوف. هيدا الشاعر المناضل خلق ب20 شباط عام 1918 بمدينة كويسنجق اللي كانت وقتها جزء من ولاية موصل بالإمبراطورية العثمانية، واليوم هي بإقليم كردستان العراق. تخيلوا خلق بعز الاضطرابات، وهيدا يمكن صقل شخصيته وعطاه روح النضال اللي يميز حياته. من صغره دلدار بلش دراسته بمدارس كويا ورانيا، بعدين انتقل إلى كركوك ليكمل المرحلة الثانوية. بعدين شو عمل؟ راح على بغداد ليدرس القانون وتخرج محامي بسنة 1945. بتعرفوا شو عمل بمحاماته؟ ما مارسها ليجمع المال، لا، كرس مهنته للدفاع عن الفقر والمزارعين والقضايا الكردية بشكل عام، يعني كان صوت للمظلومين. دلدار ما كان بس محامي وشاعر، كمان كان ناشط سياسي. بسنة 1938 انضم لحزب جديد كان اسمه هيوا الأمل، بتسعى لكردستان موحدة وحرة، يعني كان جزء من حركة عم تسعى لاستقلال والوحدة للشعب الكردي. أخوه الكبير عساف ملا رؤوف بيعتقد أنه كان له دور بتطوير شعوره القومي. طيب شو صار بعد ما انضم للحزب؟ انتقل دلدار على كردستان الإيرانية ليدعم وينضم للثورة كانت بقيادة القاضي محمد، ونتيجة لهيدا النشاط اعتقلوه بالسجن بإيران بسنة 1938. وهون وهو خلف القضبان كتب القصيدة اللي رح تخلد اسمه وتصير رمز للشعب الكردي كله، أي رقيب.
شو صار بالقصيدة بعد ما كتبها؟ بسنة 46 تم عزف وغناء أي رقيب لأول مرة، وتم اعتمادها كنشيد وطني لجمهورية ماهاباد. هيدي الجمهورية اللي كانت كيان كردي مستقل بإيران، وما استمرت غير 11 شهر فقط. والجدير بالذكر انه اللي لحن القصيدة اي رقيب هو حسين برزنجي، وهيدا التلحين هو اللي حولها من مجرد قصيدة لرمز موسيقي للوحدة والنضال الكردي. مع الأسف حياة دلدار كانت قصيرة، توفى وهو بعده شاب بعمر 30 سنة. تاريخ الرسمي لوفاته هو 20 تشرين الأول عام 1948، ودفن في أربيل. بس بالرغم من موته المبكر، عاش دلدار تيشوف قصيدته أي رقيب وهي بتصير نشيد وطني لجمهورية كردية مستقلة. بعدين بسنة 1991 بعد انتهاء حرب الخليج الأولى وحصول الكرد بالعراق على حكم ذاتي، اعتمدت حكومة إقليم كردستان أي رقيب كنشيد رسمي لإدارة كردية بشمال العراق. وهالنشيد اليوم تتغنى على نطاق واسع من قبل كل الكرد بأجزاء كردستان الأربعة، وهو التعبير عن هويتهم وصمودهم. الكلمات الأصلية كتبها دلدار باللهجة السورانية الكردية، بس ترجمت بلهجات كردية تانية مثل الكرمانجية والكردية الجنوبية والزازاكية والجورانية وغيرها. وهيدا بورجي قديش تأثيره واسع. الشاعر دلدار حياة قصيرة مليانة بالتحديات والنضال ترك لنا إرث عظيم، نشيد بجسد روح شعب ما بينكسر. دلدار مش فقط شاعر، كان رمز للأمل والصمود. بعد ما حكينا عن حياة دلدار وتاريخه، بدنا نتناول هالنشيد العظيم أي رقيب من ناحية فنية ولغوية. يعني بدنا نحلل كيف كتبه وشو الأسلوب اللي اعتمد عليه وشو بيحمل من معاني قوية باللحن والأداء. أول شي، إذا بدنا نحكي عن أسلوب كتابة النشيد شعريا، دلدار كان شاعر بيكتب بأسلوب كلاسيكي الكردي، يعني كان بيستخدم إيقاع موزون وقافية موحدة، وهيدا الأسلوب الكلاسيكي ما كان جامد أبدا. دلدار قدر يدخل عليه عناصر رومانسية واقعية، وهيدا شي مميز بشعره الكردي. تخيلوا قصائده اللي كتبها كانت تنتشر بمجلات أدبية مرموقة بأربيل وبغداد مثل روناك وقلويش. وهالأسلوب اللي كان بيستخدمه خصوصا الأناشيد الثورية اللي كتبها بيعتبروها أسلحة حرب زادت على رصيد حركة التحرر الكردية. وهيدا النوع من الشعر الثوري اللي بلش فيه دلدار اتطور بعدين على أنامل شعراء كرد كبار. مثل ما قلنا، الأساس هو الإيقاع الموزون والقافية الموحدة، بس الأهم الرسالة الأساسية للنشيد اللي هي بتعطي قوة للكلمات، هي التأكيد على بقاء شعب الكردي وصموده وإصراره على عدم الانكسار قدام كل الظروف الصعبة والاضطهاد. شوفوا كيف بكرر النشيد العبارة القوية اللي بيقول كس نبن كرد مرن كرد جيندبن قد ناكفي آلا كردان، اللي معناها ما يقول حدا انه الكرد ماتوا، الكرد احياء عايشين وما رح تسقط علم الكرد ابدا. هيدا الكلمات بتعطي روح حيوية ثورية للأمة الكردية. وغير هيك النشيد بيستخدم تعبيرات بتعمق الفخر بالجذور التاريخية، بيقول نحن أولاد ميديا وكي خسروا. ربط الكرد بهالشخصيات التاريخية وإمبراطورية عريقة هيدا بيعزز فخر الكرد بتاريخهم العريق وشرعية وجودهم بالمنطقة. والشباب الكردي بالنشيد بيوصفون انهم دايما جاهزين للتضحية، ارواحهم فداء ارواحهم فداء دايما ارواحهم فداء. هيدا كله بينكتب بلغة واضحة وقوية. اما بالنسبة للتلحين النشيد وتوزيعه موسيقيا، القصيدة اللي كتبها دلدار بالحبس تم تلحينها على ايد حسين برزنجي. هيدا التلحين هو اللي حول القصيدة من مجرد كلمات لشي بتتغنى كنشيد وطني، وهيدا الشي ساهم بانتشار وتأثير العاطفي العميق على الشعب الكردي، وحولها من قصيدة لرمز موسيقي
للوحدة والنضال. أما بالنسبة ليش النشيد بيحمل طابع القوة والصلابة باللحن والأداء، النشيد مش بس كلمات تتغنى، هو تجسيد لتاريخ طويل من النضال. دلدار كتبه هو بالحبس، يعني طلع من جوا قمع واضطهاد، وكان عم بيواجه حراس السجن ورمز لكل الاحتلال. بالتالي القصيدة بحد ذاتها كانت تعبير قوي عن إحباط دلدار ومواجهة مباشرة للاحتلال. الرسالة الأساسية للنشيد اللي بتأكد على أنه الكرد أحياء ولن يسقط علم الكرد أبدا هي بحد ذاتها رسالة قوة وأمل. لما تسمع هالكلمات تتكرر بلحن حماسي بتعطيك إحساس أنه الشعب صامد ما بينكسر. وصف الشباب الكردي بأنهم قاموا على رجليهم مثل الأسود ومستعدين للتضحية، كل هيدا التراكيب اللغوية والخيالية بتجسد الشجاعة والتفاني. وهيدا الأناشيد الثورية مثل ما ذكرنا كانت تعتبر أسلحة حرب، يعني اللحن والأداء ما كان ممكن يكون غير قوي وصلب لا يعكس الروح التحدي والصمود اللي بتجسدها كلمات النشيد والتاريخ شعب الكردي. وهيك منكون حللنا النشيد أي رقيب من جوانب الموسيقية واللغوية. بتمنى أني كون قدرت أوضح لكم أكثر عن عظمة هيدا النشيد ورمزيته العميقة. بعد ما سمعنا للنشيد وبعد ما ترجمناها وشرحناها وحكينا عن حياة دلدار وحكينا عن النشيد من ناحية موسيقية ولغوية، بدنا نشوف أي رقيب كيف بيقعد بقلب سياق العام للأناشيد القومية. يعني بدنا نجاوب على أسئلة مهمة، هل هو مثل باقي أناشيد الوطنية اللي بنعرفها؟ وشو بيعكس أكثر، الطابع الثوري ولا الطابع القومي؟ النشيد الكردي أي رقيب مش أغنية وطنية، هو صرخة جماعية للشعب بدون دولة، بعكس الأناشيد الوطنية لدول مثل فرنسا أو أمريكا اللي بتمجد الدولة وجيشها وانتصاراتها. أي رقيب بيمجد الحلم والهوية والمقاومة ضد النسيان، بينما نشيد فلسطين فدائي بيشترك مع أي رقيب بفكرة التضحية والنضال. بس الفرق أنه فلسطين رغم كل شيء عندها علم ومقعد بالأمم المتحدة، أما الكرد فبعدهم عم بيغنوا من خارج الخريطة. أي رقيب مش بوق الدولة، هو صوت شعب عم بيفتش على دولة. نشيد بدون حدود، بدون سفارة، بدون جيوش، بس مليان كرامة وحلم ما بينطفى. تاني نقطة، هل النشيد بيعكس طابع ثوري أكثر أم الطابع قومي؟ بصراحة النشيد بيعكس طابع الثوري والقومي مع بعض وبشكل كتير قوي ومترابط. شوفوا كيف الشاعر دلدار كتب هالقصيدة وهو بالحبس سنة 38، يعني كتبها بظل الاضطهاد والقمع. كلمة أي رقيب بتعني يا سجان، يا جلاد، يا عدو، وهي بتشير بالأساس لحراس السجن اللي كان دلدار عم بيواجههم، بس بنفس الوقت بترمز للاضطهاد الأوسع اللي بيعانيه الكرد من الحكومات اللي محتلة ومقسمة لكردستان. هيدا بحد ذاته تعبير قوي عن الإحباط ومواجهة مباشرة للاحتلال. دلدار كان ناشط سياسي وانضم لحزب هيوا الأمل اللي كان بتسعى لكردستان موحدة وحرة، يعني النشيد طلع من رحم حركة سياسية ثورية. الرسالة الأساسية للنشيد هي تأكيد على بقاء شعب الكردي وصموده وعزيمته على عدم الانكسار. لما النشيد بيكرر عبارة ما حدا يقول انه الكرد ماتوا، الكرد أحياء، هيدا بيعكس حيوية الأمة الكردية وروحها الثورية. النشيد بيوصف شباب الكردي بأنهم جاهزين للتضحية، وهيدا بيدل على الاستعداد للنضال والتضحية من أجل الحرية والوطن. هو رمز للنضال الكردي من أجل الحرية والوحدة. لهيك بنشوف أنه الطابع الثوري متغلغل بصلب النشيد، وهو اللي بيعطي القوة للطابع القومي لأنه نابع من تحدي الظلم والسعي للحرية. وأخيرا، كيف بيختلف أي رقيب عن أناشيد الرسمية اللي بتمجد الدولة والسلطة؟ هيدا النشيد بيختلف بشكل جوهري لأنه هو نشيد تحدي ومواجهة العدو والاحتلال، مش تمجيد للسلطة قائمة. هو ببلش بكلمة يا سجان، يا رقيب، يا عدو، وهيدا بحد ذاته موقف مقاوم.
بيركز النشيد على صمود الشعب الكردي وبقائه، الكرد أحياء، ما رح تسقط علمنا أبدا. يعني تركيزه على هوية الشعب ووحدته وتصميمه، مش على تمجيد حكومة أو زعيم أو مؤسسات الدولة. بيأكد على الجذور التاريخية القديمة للكرد، أبناء ميديا وكي خسروا، وبيربط الدين والإيمان بالوطن، وهيدا بيعزز الفخر للشعب بتاريخه العريق وشرعية وجوده. بينما كتير أناشيد رسمية بتمجد الدولة بحد ذاتها أو الجيش أو الحاكم. أي رقيب هو صرخة شعب تحت الاحتلال، صرخة مقاومة وإصرار على الوجود والحرية. هو نشيد اتولد من رحم السجن والقمع، فما ممكن يمجد سلطة اللي كانت عم تسجنه. أي رقيب مش بس نشيد وطني عادي، هو رمز حي للصمود والنضال. هو بينبض بروح التحدي والثورة، وهيدا اللي بيميزه عن كتير أناشيد تانية بتمجد الدولة القائمة. وهيك منكون وصلنا لكم صورة كاملة عن أي رقيب وعن رمزيته، ومنكون وصلنا لختام الحلقة عن نشيد الوطني الكردي أي رقيب. لهون بتخلص رحلتنا لليوم، بس قبل ما نودعكم بدي اسمع منكم يا مستمعين الكرام. إذا كنت عربي، شو رأيك بهيدا النشيد بعد ما تعرفت على قصته ورمزيته؟ وإذا كنت كردي، هل بتحس بالفخر لما بتسمع هالنشيد؟ وهل بتوافقني رأيي أنه هيدا النشيد بليق فعلا بالأمة الكردستانية وبيعكس صمودها وتاريخها، ولا عندكم رأي تاني؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات. بتمنى تكون هالمعلومات وصلتكم وفادتكم، وبطلب منكم تشاركوا هالبودكاست مع كل اللي بتعرفوهم لدعم وصول هالمعلومات لأكبر عدد ممكن. هيدا كان بودكاست ذاكرة وهوية اللي بحكي فيه عن رموز الهوية الكردية وعمقها التاريخي. كان معكم ميردام. سلام.